السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم ام جنى. النهارده هتعمل معاكم فراخ مشوية في القلاية الهوائية، ولا هنستعمل بقى فرن ولا هنحط في صينية ولا فحم وندخن على نفسنا. بصوا الفراخ اصلا بعد ما استوت في القلاية بقت شكلها عامل ازاي، اكنها مشوية على فحم بالظبط. شايفين منظرها يعني، وما خدتش وقت وسهلة وبسيطة خالص. وشايفين شكلها كمان ومستوية، يعني احسن كمان من على الفحم. شايفين شكلها؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليها يعني. نخش بقى على المقادير. معانا بصلايه، هنقطع بصلايه كده. الاول اهو قرنين فلفل رومي هنقطعه. هنقطع طبعا الفلفل الرومي كده زي ما انتوا شايفين. وكده خدت البصله كمان بقطعها. بنقطع البصل وعليه الفلفل والطماطم وفصين توم، يعني بصل وفلفل رومي وطماطم وفصين توم. دي كده اللي احنا هنحتاجها في التتبيله. معلقه بقى نحط التوابل، ونيجي نعصر ليمونه يعني انا بعملها كده علشان البذر ما يقعش في التتبيله. يعني انا بحط المصفى كده وبصفي، الحركه دي حلوه قوي. كده نتبل بقى التتبيله بتاعتنا بايه، معلقتين ملح ومعلقه سكر ومعلقه توم باودر ومعلقه بصل باودر ومعلقه بابريكا، معلقه فلفل اسمر، معلقه كمون، معلقه جنزبيل. يعني كل التوابل اللي عندك بتحطيها. وحطيت معلقه توابل 7 بهارات، دي هبقى اعمل لكم فيديو ليها مخصوص تتعمل ازاي. ومعلقه سكر. وبعد كده هحط شويه خل. السكر طبعا عشان يطر الفراخ اللي معانا وتبقى طريه كده وما تنشفش. كده نحط شويه الخل بقى ونيجي فرمينهم في الكب، بس تفرميهم يعني جامد خالص، تنعميهم كده. هنعمهم. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتشتركوا في قناتي على اليوتيوب باسم جوجو بنت البلد، وتفعلوا الجرس وتعملوا اشتراك وتعملوا اعجاب بقى ومشاركة ولايك وشير وكده. وعلى صفحتي على الفيسبوك باسم ام جنى للحلويات والفطير، برضو تعملي له متابعة وتشرفوني على الصفحة. كده التتبيلة بعد ما اتعملت خلاص كده هي تمام حلوة قوي وملحها مظبوط. انا بقى غاسلة الفرخة دي، فرخة معايا مقطعها 4 ترباع، غسلاها ونقعها في محلول النقع بتاعها. طبعا كلنا عارفين محلول النقع. انا بحط ميه في قلبها، معلقتين سكر، معلقتين ملح، 3 ليمونات، ومعلقه دقيق ومعلقه جنزبيل. كل ده بقلبه في بعضه وبغسل الفراخ كويس قوي واجي نقعها فيهم. بتشيل بقى اي زفاره في الفرخ. كده زي ما انتوا شايفين طبعا بتبل تحت الجلد وبتبل الفرخه كلها، يعني بدخل التتبيله كلها في اي حته في الفرخه، تحت الجلد بقى في اللحم. وهنا انا فاتحه الصدر نصين عشان التتبيله برضو تشرب منه ويبقى كله محيق. وباجي بعد كده مخرماها بالسكينه يعني عشان برضو تستوي، تبقى كويسه، يبقى كل حته فيها مستويه. كده تبلنا اهو، شايفين بخرمها كده عشان تبقى مستويه. بقى معاكي فراخ كبيره، معاكي فراخ وسط، فراخ صغيره، كل ده هينفع معانا في القلايه ان شاء الله. كده اهو تبلتها وخلصتها، هسيبها بقى شويه تتنقع. يعني تتبل في التتبيله دي ساعه او ساعتين، والاحسن كمان تبيتيها بالليل، يعني تتبليها وتبيتيها في التلاجة. جينا هنا بقى للقلايه، انا حاطه ورقه زبده ومخرماها، يعني ورقه الزبده مخرماها. وهاجي ارص فيها الفراخ بدون زيت. يا جماعه انا ما بحط زيت خالص في الفراخ، لان كده كده الفراخ فيها دهون وبتنزل دهون. برص الفراخ كده. انا عندي القلايه بتشيل 4 ارباع، الله اكبر عليها يعني كبيره. ارصهم كلهم جنب بعض زي ما انتوا شايفين اهو. وبفتح الصدر يعني بفرده، ما بحطهوش مطبق كده، لا بفرد الصدر عشان يبقى كويس. كده رصيتهم اهو. ونيجي بقى مشغلين عليها القلايه، خلاص كده يترصوا. اجي مشغله القلايه. انا بشغل القلايه عندي درجه الحراره 200، يعني انا بخليها الدرجه بتاعتها 200.
وعلى الفراخ بظبط 40 دقيقة. يعني انتوا هشوفوا دلوقتي، معلش الكاميرا عكسة الارقام، بس اللي عنده قلاية درجة الحرارة انا بعملها على 200، والوقت او التايمر الساعة او الوقت اللي هتستوي فيه الفراخ بعملها على 40 درجة، 40 دقيقة. تمام كده اهو اتظبطت، واركنها بقى واسيبها. تمام كده. بعد بقى ايه، عدى 20 دقيقة هاجي افتح عليها. بصوا بعد 20 دقيقة من ال40 اللي احنا ظابطينها، الوش اللي فوق اتحمر. هنيجي قلبينها بقى على الوش التاني عشان برضو ياخد نفس اللون. شايفين لونها؟ نقلبها بقى كلها. وطبعا يا جماعة كل قلاية بتختلف عن التانية. يعني انا عندي كده بعد 20 دقيقة بالظبط الوش اللي فوق اتحمر. هقلب بقى ال20 دقيقة التانية عشان الوش التاني يتحمر برضو وياخد نفس اللون ده. ولا فحم بقى ولا فرن ولا صينية ولا اي حاجة، دي تغيير. وسهلة وخفيفة كمان، يعني دي خفيفة وطرية وبتطلع معاكي طرية. كده بعد من ال20 دقيقة عدت التانية، يعني خدت بالظبط 40 دقيقة. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، كانت طالعة جميلة جدا. انا على طول بعمل الفراخ عندي في القلاية كده. شايفين شكلها احسن من الفحم والفرن طبعا. وطعمها كمان خرافة بالتتبيلة دي، اللي هيجرب التتبيلة دي ان شاء الله هتعجبه. شايفين شكلها بقى وتحميرها. وبألف هنا وشفا ليكم. واللي هيعملها وعجبته يعني يبعتلي يقولي ايه رأيه.